السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. وخلاص عدينا اسبوعين كده في غمضة عين، اسبوعين في رمضان خلصوا على خير ان شاء الله. الاسبوعين التانيين بقى يمشوا ايه على مهلهم كده بالراحة. يلا بينا النهاردة نعمل الفسيخ بطريقة سهلة جدا، اي حد مبتدئ يقدر يعمله. ما بقاش في حد بيشتري الفسيخ من بره، بقينا محترفين في البيت بنعملوه بطريقة سهلة جدا. ليه كذا طريقة، عملناه السنة اللي فاتت بطريقة ونشفناه بطريقة، السنة دي انا هعمله بطريقة تانية. يعني معانا كذا طريقة. كملي معايا الفيديو، لو عجبك الفيديو بتاعنا اعملي لايك واشتراك وكومنت حلو من ايديكي. معايا ازايز المياه الغازية، ببتدي ان انا اقصها بنفس الشكل. تمام. وبحط في القاعدة بتاعت الازازة شوية مناديل بنفس الشكل. هنا الكمية بتاعتي جايبة لاخواتي بقى واهلي وحبايبي كده، جايبة لهم فسيخ وان شاء الله انا اللي هعمله لهم. يطلع على خير باذن الله، في غمضة عين هيطلع حلو باذن الله. الفسيخ او البوري بجيبه من عند حد موثوق منه. تمام. وبتجيب الفسيخه بتبقى طازه، متبقاش مهريه. وببتدي ان انا اغسله غسله كويسه، طبعا بنزل الرمله اللي في الدماغ بتاعته، بيبقى مليان طينه يعني قوي. بغسله بغسله كويسه وبجيبه على بوزه كده او على وشه، وببتدي انا احطه في القاعده بتاعه الازازه بنفس الشكل. تمام تمام. السنة اللي فاتت احنا ربطنا ديله كده وعلقناه في اي مسمار عندنا كده، وتحت منه مصفى. تمام. وسبته ينشف. السنة دي عملناه بنفس الطريقة، والوصفة اللي تعجبك اعمليها. اهم حاجة احنا عايزينه يبقى ناشف. طبعا هعمل الكمية عندي كلها بنفس الطريقة. الوصفة ديت عجبتني وان شاء الله هعتمدها بإذن الله. هنا عملت كل الكمية بنفس الطريقة. وعندنا بقى هنا وصفتين هنعمل بيهم بالإزازة. عندك الوصفة ديت. تمام. طبعا انتم متعودين على معايا ان اعمل لكم اي حاجة، كفاية كده وصفتين. هنا اول وصفة قطعنا الإزازة وحطينا البوري بتاعنا بنفس الشكل على قطعة القطنة او قطعة المناديل بنفس الشكل. تمام تمام. وحطينا الجزء اللي احنا قصناه من فوق الوش كده، مش عايزين دبانة تقف عليه، ناموسة تقف عليه والكلام دوت. الشكل التاني بتاعنا باخد البوز اللي احنا قطعناه وبحطه عكس في الازازة، وبحط البوري او السمكية فيها كده بنفس الشكل. الدم اللي هينزل من فتحة الازازة على طول على تحت. الوصفة ديت برضو عجبتني وحلوة جدا، بس من وقت للتاني بتبتدي اللي انت تبصي عليه برضو وتشوفي لو فيش في اي دم كده ما نزلش، بتنزليه بايدك. يعني بصي انت تعايشي كده وشوفي بعينك. تمام تمام. عجبك كده اعملي اللي يعجبك. الطريقتين سهلين والطريقتين معروفين. بصوا الدم نازل ازاي والميه نازله ازاي. الدنيا حلوه قوي، ما زفرناش الرخامه بتاعتنا، ما زفرناش مطبخنا. دي الكميه بتاعت حبايبي اللي انا طبعا عملت لهم، ياكلوها على خير باذن الله. تمام تمام. هسيبه بالظبط كده يعني 12 ساعة. انا هسيبه لغاية ما ينشف ويطلع معايا بنفس الشكل. بصوا نشفت ازاي، السمكية نشفت معايا. هو ده اللي المطلوب اللي احنا عايزينه. ما تخافيش، 12 ساعة مش هيحصل اي حاجة خالص. ولو عايزة اكتر من 12 ساعة مفيش مشكلة خالص. دي اول مرحلة مهمة جدا في تمليح الفسيخ. مش عايزه اطول الفيديو عليكم، بس والله بقول لكم خطوه خطوه عشان يطلع معاكي مظبوط وتاخدي نتيجه مظبوطه. بعد 12 ساعه باخده بنفس الشكل، وببتدي اللي انا بعمله تدليك كده. تمام. بعمل فاصل كده، بتبقى السمكيه نشفت، فبعمل لها تدليك في سلسله العظم بتاعتها واللحم بتاعها بنفس الشكل. خلاص زي ما اتفقنا اول الفيديو، مبقاش في حد بيشتري فسيخ، بقى كله بيعمله في البيت بنفس الطريقة، وبتطلع طريقة محترفة 100%. ما تنسيش تعملي اللايك واحنا بنحكي كده وبنقوله طريقة الفسيخ بتتعمل ازاي. ولو لسه ما اشتركتش في القناة دوس على علامة الاشتراك وتكوني انضميتي لعيلتنا الجميلة. معايا بقى حبة قطن كده، حبة قماش، حبة مناديل المتوفر عندك. انا هنا كنت مخصصة قطعة من القماش كده، بنشف الدماغ بتاعة السمكة البوري. دي اهم خطوة. طبعا احنا كل الخطوات مهمة، بس كل حاجة بقولك عليها تمشي عليها بالخطوات
اللي انا بقولك عليها. نقعد بعد 12 ساعة هنلاقي الدماغ بتنزل برضو دم بسيط. تمام. لازم اقعد انشف كده بقطعة القماش، او لو عندك مناديل بنفس الشكل نشفي كده نشفي الدماغ ومن عند البق كده بنفس الشكل. انا بتأكد اخر حاجة كده بحتة منديل كده، بصوا لسه في ايه بقايا كده من الدم، مش عايزة دم خالص فيه. بقعد بقى هكذا هكذا لغاية ما انشف الدم بتاعه. هعمل كل الكميات اللي عندي بنفس الطريقة كده. برضو اي حد مبتدئ يقدر يعمل اللي انا عملته دوت بغمضة عين، وتكوني واثقة انت بتعملي صح ما بتعمليش غلط. دي اهم الخطوات اللي احنا عملناها. اللي جاي ده بقى سهل جدا جدا جدا. نشفنا البوري بتاعنا، معانا ملح خشن بتجيبيه من عند العطار. انا كنت جايبه ملح سايب كده خشن. حطي بقى ايه، هاتي ب5 جنيه، هاتي ب6 جنيه على حسب الكميه اللي عندك. وحطينا معلقتين من الشطه، وحطينا معلقه ونص كده ايه من الكركم. مستخدمه معلقه كبيره من بتاعه الاكل بتاعتنا. هقلب بقى كل الخليط اللي احنا عملناه ده كله مع بعضه. خليط دوت حلو جدا جدا جدا. والكركم ميزته بيخلي لون البوريه بتاعتنا وشكلها كده وطعمها بيبقى حلو جدا. حضري بقى معاكي ايه بس الكل 5 6 7 8 اكياس كده، ماشي اكياس كتير. هنعمل ايه؟ هنحط في الدماغ، نقعد نحشيها بقى نحشيها من الخليط اللي عملناه من الملح والشطه والكركم. بصوا بنفس الشكل بعمل ايه، بقعد احشي كده الدماغ كلها والبق كمان بنفس الشكل كده. برضو موضوع سهل جدا جدا جدا. هاتي كده سمكتين كده وجربيهم، وهتطلع في ايدك احلى فسيخ عملتيه في حياتك. تمام. جربي كده في 2 3 وما تعتمديش على حد وما تشتروهوش بره. اعمليه على ايدك وهيطلع نتيجته مظبوطه 100%. بس امشي على الخطوات اللي احنا قلنا عليها المهمه. تنشيفه 12 ساعه لغايه ما ينشف خالص، وننشف الدماغ تاني ما يكونش فيها دم خالص نهائي. تمام تمام. هعمل كل الكمية عندي بنفس الطريقة، والدماغ بقى والبق ونفس الكلام ده كله. طبعا انا وقفت بقى عملت الحبايبي الكميات دي كلها بنفس الطريقة. خلاص بقى انا خلصت كل الكمية عندي، وحطيت في شوية كده في الكيس كده من تحت من الخليط اللي احنا عملناه الملح والشطة والكركم. تمام. ورصيت بقى السمك بنفس الطريقة جوه الكيسة بنفس الشكل. ما تعمليش غير كده، اللي بقولك عليه اعمليه بالظبط. تمام تمام. هاخد كده شويه كده ايه من الخليط اللي عملناه من فوق الوش. هاخد بقى شويه ملح من بتاع الاكل بتاعنا الناعم من فوق الوش كده عايزاه، لان الملح الخشن بيديكي مش بيديكي ملح زياده، بيديكي ملح ناقص. فانا عايزاه ملح حاجات بسيطه، فحطيت شويه من الملح الطعام بتاعنا الناعم، على شويه كده من الكركم، على شويه كده من الشطه من فوق الوش. ده اللي انا عملته. ولا بحط زيت ولا بحط ليمون ولا بحط اي حاجه خالص، هو كده وكفايه. يلا بقى نعمل كيسه جوه كيسه جوه كيسه. دي كده كانت تاني كيسه، ولازم اتاكد ان الكيسه ما تكونش مخرومه، وان الكيسه اربطها كويس واطلع الهواء اللي فيها. تاني كيسه، وهعمل كمان تالت كيسه، وهكذا لغايه ما اكمل 7 اكياس 8 اكياس، ولو عندك 10 استخدمي. الموضوع سهل جدا، مش محتاج صعوبة. انا طول الفيديو عمال لكم الموضوع سهل جدا. اتأكدي ان الكياس بتاعتك سليمة ومش مقطعة، دي اهم حاجة. هنعمل ايه تاني؟ بالراحة عليا كده واحدة واحدة، وانا هقولك على كل حاجة، بس انزلي كده بسرعة ايه يا حبيبة قلبي، اعملي لايك على طول. خلاص عملنا الكمية بتاعتنا كلها الحبايبي بنفس الطريقة وبنفس الشكل. بصوا مسكت كده سكوتش كده لزق ولفيته، لان ما كانش عندي استريتش راب لزق استريتش راب، فلفيته كده ايه بسكوتش عندي. هنعمل ايه تاني؟ مهمة جدا بقى، اي علبة عندك انزلي بيها على طول كده بنفس الشكل، وهغطيها. تمام. واتفقنا هيقعدوا معانا ان شاء الله كده ايه لغاية العيد بإذن الله. هفتحه معاكم قبل الوقفة ان شاء الله بعون الله بيوم. عملناه سيبناه يومين، بعد يومين بعمل ايه؟ بلف اللفة اللي احنا عملناها على الاتجاه التاني. يعني كل يومين بعمل نفس الشكل، بعمل نفس الحركة، بغير الاتجاهات كل يومين بالظبط.
بغير الاتجاهات بتاعه الكيسه. هنا طبعا عامله بقى الاوردرات بتاعت اهلي وحبايبي، فبعمل لكل واحد ايه العلبه بتاعته. تمام. ما عندكيش علب، عندك سطل كده ميه كده بنعبي فيه ميه، كلنا عندنا سطوله الميه. بحط واحده عكس واحده. موفرالك الفيديو بتاعك، بصي فيه كل الاختيارات وفيه كل الوصفات اللي ممكن ايه تقفي عندها وهتلاقيها باذن الله. السطل عملنا واحده تحت واحده فوق، كل يومين بغير برضو الاتجاه بتاع الكيسين اللي انا حطيتهم فوق بعض. الفيديو بتاعنا خلص والطريقه بتاعتنا خلاص كده، وانتظروا بقى ان شاء الله قبل الوقفه ان شاء الله بيوم هنزل لكم شكل الفسيخ بتاعنا عامل ازاي، وهوريلكم لحمه عامل ازاي ومستوي ازاي. انا لسه عاملاه امبارح، يعني انا عاملاه اليوم ال14 في رمضان. انتظروا اللي جاي باذن الله، وما تنسيش اللايك، ومع السلامه.